بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق هاتها من الشبكة، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. هنقول لك في الفيديو ده بالأسماء الراحلين رسميا عن النادي الأهلي. خلاص فرمان كولر صدر، والراحلين عن نادي الزمالك، والتجديدات سواء اللي هيجدد في الأهلي واللي هيجدد في الزمالك، صفقات الأهلي، واخبار عن الزمالك مهمه، عن هل الزمالك هيشارك في الكونفدراليه ولا لا. اخبار مهمه جدا 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 هنقولها لكم، ركز معانا. اول كده صلي بينا على النبي، ثم اللايك، ثم الاشتراك في القناه. تعال نخش في موضوعاتنا على طول. دلوقتي الراحلين في النادي الاهلي من 5 ل6 لاعبين، دول خلاص راحلين بقرار نهائي ولا رجعة فيه من كولر. وكأهلاوي قول رأيك، هل أنت مع القرار، يعني مع اللعيبة اللي هقول أسمائها دي الراحلة، ولا لا عندك تحفظ على اللاعب؟ قوله. كهربا طبعا أول اللاعبين موديست، طبعا كلكم عارفينه. وموديست قلت الكلام ده من شهرين ان موديست ماشي. موديست مشي وقلت لك مش هيكمل الموسم، في نهاية يونيو هيقول لهم باي باي، طالما انتوا استغنيتوا عني خلاص ننهي العقد بالتراضي ونخلص ونمشي. وحصل، موديست مشي. ثاني الراحلين هو محمود عبد المنعم كهربا. كهربا خلاص، يعني الطريق بقى مسدود جد، يعني ايه مش مسدود بحيطه، ده مسدود بصبه بخرسانه بينه وبين كولر. خلاص مفيش منفس لخرم ابره حتى انه يحاول الميه ترجع لمجاريها بين كهربا وكولر. كهربا مزاجنجي. يعني ايه؟ يعني كهربا من نوعيات اللعيبه المزاجنجيه، زي ابراهيم سعيد كده، زي ميدو. كان في نوعيات لعيبه، واللعيبه المزاجنجيه دي ما بتطولش، ما بتعمرش في كره القدم. ليه؟ على حسب المزاج. من النوعيات دي امام عاشور، بس امام عاشور دايس على نفسه شويه. امام عاشور برضو مزاجنجي. يعني كهربا في مباراه تلاقيه مكسر الدنيا، في مباراه تانية ولا ببصله. هو كهربا كده. فكهربا طبعا العلاقه وصلت لطريق مسدود. طريقك مسدود 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 يا ولدي. طريق مسدود بينه وبين كولر. وكولر خواجه، مش بيعدي لهفه، اهم حاجه عنده الضبط والربط. انما السيب في السيب ما بحبوش كولر، مش طريقته ولا اسلوبه ان يسيب الحبل على الغارب والكلام ده. لا، ظبط يعني ظبط. هو الخواجه كده، غير المصري حنين، ممكن ينخ، ممكن يضحك عليه بكلمتين. انما الخواجه لا، ما يعرفش ابوه. هي المدربين الاجانب كده. عشان كده يقول لك الاهلي والزمالك ما ينفع لهمش الا مدير فني اجنبي، عشان يسيطر على كميه النجوم اللي موجوده في الفرقه الكبيره دي. طيب كهربا خلاص هيروح بقى فاركو زد، يجي له عرض، وكيله بقى يجيب له عرض في الدوري السعودي. كهربا ماشي، يبقى ده تاني الراحلين بعد موديست. تالت الراحلين كريستو الضوي، محمد كريستو الضوي، يبقى ده تالت الراحلين. محمد مجدي قفشه رابع الراحلين. محمد مجدي قفشه هيحترف في الدوري السعودي وجاي له عرض يعني بمبلغ خرافي. ده رابع الراحلين. عندك كمان طاهر، محمد طاهر، ده هيمشي برضو. كلام على احمد عبد القادر. انت عندك في اليو ديانج، في برضو في عروض لبيرسي تاو، في حوالي 6 أو 7 لعيبه ممكن يزيدوا هيمشوا من النادي الاهلي. طبعا بالطبع هيجيب صفقات، وصفقات من العيار الثقيل. يبقى دول الراحلين. خلينا نأجل موضوع الصفقات بتاعت الاهلي لنهايه الحلقه. تعال اخش لك في الزمالك. يبقى قلت لك الراحلين من الاهلي، الاسماء اللي انا قلت لك دي، رايك فيهم قول وجهه نظرك. الزمالك دلوقتي، الزمالك في مشكله. الزمالك ممكن يحرم من المشاركه في الكونفدراليه بسبب الديون المتلتله اللي على الزمالك. هنا ابو ريده اتدخل في الموضوع وحاول يحل الموضوع، وخلال الساعات اللي جايه هيطلع بيان يلخص قصه الزمالك والكونفدراليه. فالزمالك دلوقتي في ورطه،
مطالب بملايين الملايين لازم يسددها ويسوي ديونه عشان يشارك وياخد الرخصه ويشارك في الكونفدراليه. السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك بنسبه 99% خلاص هيقام في قطر. امتى؟ في شهر 9 تقريبا كده، هيبقى في شهر 9 خلاص. قطر هي المستضيفه بنسبه 99% اللي هتستضيف ماتش السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك. خلاص. وطيب رفض، ده خبر وحش للزمالك، رفض التقسيط. بعد ما كان موافق على التقسيط قال لك لا انا عايز الغرامه بتاعتي كاش. فالزمالك دلوقتي مش قدامه، والكاف اداله مهله 5 ايام يسوي اموره. فلازم الزمالك يسارع جاهدا. يا مجلس الزمالك يا فاشل، يا حسين يا لبيب يا فاشل، انت ومجلسك قدامكم 5 ايام لازم تدفعوا الفلوس عشان الزمالك يشارك في الكونفدراليه. سمعت يا فاشل؟ يا حسين يا لبيب يا فاشل انت ومجلسك. بس فده بالنسبه للزمالك. محمد صبحي طبعا جدد مع الزمالك. عواد في الغالب هيمشي عن الزمالك، والزمالك هيجيب حارس مرمى زي ما محمد الشناوي برضه بابه موارب. يعني محمد الشناوي لحد دلوقتي ما اتحسمش امره سواء مكمل مع الاهلي الموسم القادم او ممكن يمشي. فالاهلي كده هيحتاج حارس مرمى. وزي ما قلت لك الاهلي لو محمد الشناوي مشي، الاهلي داخل في احمد نادر السيد ناشئ الزمالك، حارس عملاق جدا، حارس كويس جدا، احمد نادر السيد، افتكروا الاسم ده. طيب يبقى ده بالنسبه للراحلين. محمد صبحي جدد، كلام على زيزو انه هيجدد. بالمناسبه زيزو طالع مع ابراهيم فايق النهارده الساعه 11 في الكوره مع فايق. طيب تعالى نخش في موضوعات تانية زي صفقات الاهلي. زي ما قلت لك الاهلي مركز جدا مع عمر الساعي نجم النادي الاسماعيلي، قعد مع اللاعب وخد موافقه من اللاعب، موافقه شفهيه لسه مش مكتوبه. الاهلي هيتكلم مع اداره النادي الاسماعيلي، والاسماعيلي طبعا في ازمه ماليه طاحنه. الاسماعيلي عايز مبلغ، والاسماعيلي طلب في اللاعب ده 50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه. طبعا الاهلي خلص صفقه يوسف ايمن خلص. بيتكلم دلوقتي في عمر الساعي، والاهلي طالما عايز عمر الساعي هيجيبه. طب مين اللاعب الثالث اللي الاهلي حاطط عليه؟ عندك مصطفى فتحي، يحيى عطية الله النجم المغربي، ومهاجم افريقي سوبر. الكلام كان مطروح من وكلاء مابولولو الاتحاد السكندري، لكن كولر ما عجبوش مابولولو، عجبه فيتسون مايلي كلالا مهاجم نادي بيراميدز، داخل دماغ كولر، هداف الدوري يا جماعه 12 هدف. قال لك ده هيبقى بلان بي، لكن بلان ايه؟ انا عايز مهاجم افريقي سوبر من الدوريات اللي بره. فالاهلي بيدعبس، عرف يصطاد مهاجم تقيل ماشي، ما عرفش يبقى عنده فيتسون مايلي كلالا مهاجم نادي بيراميدز. حد يقول لي هو بيراميدز هيسيب فيتسون مايلي كلالا للاهلي؟ الاغراءات الماليه يا باشا. وبعدين الاهلي بجماهيريته بشعبيته وبكاس العالم للانديه اللي هيلعب فيه في امريكا السنه الجايه، لا ده كله بيفرق. والاهلي طالما بيحط دماغه مع لاعب بيجيبه، بيخلصوا. خد بالك فيتسون مايلي كلالا على رادار الاهلي هو ومصطفى فتحي. زي ما قلت لك كولر عايزه، قال لك ادفعوا اللي تدفعوه، اهم حاجه مصطفى فتحي ده يجيلي. مصطفى فتحي نجم. ويحيى عطية الله بديل لعلي معلول. ما تمتش صفقة يحيى عطية الله، انت عارف البديل فين؟ في نادي الزمالك، هو مصاب دلوقتي، وطبعا كلكم عارفين الاسم. هتبقى مش صفعة على قفا لبيب، ده صفعة على قفا المجلس كله لو بديل علي معلول طلع من الزمالك، ولو الاهلي خد مصطفى فتحي من الزمالك. المصطفى فتحي في بيراميدز ورغبته انه يجي الزمالك، لكن مجلس الزمالك عنده ازمات، هو مجلس فاشل مش هيعرف يحل الازمات دي. مجلس فاشل. انت منتظر ايه من فاشل؟ انه يحل مشاكل ويجيب صفقات؟ الاهلي اللي عايزه هياخده. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.